في وقت الحرب العالمية التانية أوليفيان دان اللي معروفة باسم ليفي بتبقى حامل، فباباها بيخليها تسافر كولورادو عشان تتجوز واحد غريب غصب عنها عشان يستر عليها. ومع انها ما بتبقاش عاوزة تسافر ولا تتجوز بالطريقة دي، بس لما بتتعرف على الراجل ده بتلاقيه طيب وكويس جدا معاها. وبعدين بتبدأ رحلتها، وهي في القطر بتفتكر وقت ما كل ده حصل والنظرة اللي كانت في عينين باباها لما عرف بموضوع حملها وحالف انها تتجوز في اقرب وقت. وبتفتكر كمان اختها ابي وقت ما قالت لها ان كل حاجة هتبقى تمام، وبتفضل سرحانة وعمالة تفكر في اللي جاي لحد ما بتوصل. ولما بتنزل المحطة بيقابلها واحد اسمه ريفراند كيس، واللي اول ما بيشوفها بيقول لها انها فيها كتير قوي من مامتها وانه حزين جدا على وفاتها. وبعدين بيقول لها على برنامج رحلتهم، فبتروح معاه وبيركبوا العربية وبيتحركوا على طول. وهما ماشيين ريفراند بيحكي لها عن الفلاحين اللي عندهم. ولما بيوصلوا البيت ماريان كيس بتستقبلهم وبتعرفها على راي سنجلتون الراجل اللي المفروض هيتجوزها. وبعدها ماريان وريفراند بيروحوا الكنيسة وبيسيبوا ليفي وراي عشان يتعرفوا على بعض اكتر. وراي وقتها بيكون باين عليه هو قد ايه متوتر، فبيروح يصب لها ليموناتا وليفي بتاخد الكوبايه منه وبيفضلوا ساكتين شويه وهم مش عارفين يقولوا ايه. وعشان ليفي تكسر الصمت ده بتتكلم مع راي بخصوص موضوع حملها من ويدلوك، وبتقول له انه لو حابب يستفسر عن اي حاجه فهو ممكن يسال عادي. فراي بيقول لها انه مبسوط انه قابلها وعنده استعداد يتجوزها، فبترجع تساله اذا كان متقبل موضوع الطفل اللي في بطنها ده. وراي بيقول لها انه ما عندوش مشكله، وان كل اللي مستغربه هو ازاي في واحد قدر يسيب واحده بالجمال ده. وبعدها راي وليفي بيتجوزوا في الكنيسه، وريفراند بيساعدهم في تحضيرات الجواز. ومارثا اخت راي بتشهد على الجوازه ومعاها جوزها هانك. وبعد كده مارثا بتسلم على ليفي وبترحب بيها في عيلتهم وبتديها كوفرتة هدية جوازها. وبعدها هي وهانك بيصمموا انه راي يبقى يجيبها في يوم ويتغدوا معاهم. وهم في الطريق ليفي بتسأل راي عن الجيران اللي حواليهم، بس هو بيغير الموضوع وبيتكلم عن اخته، فليفي بتستغرب. ولما بيوصلوا البيت ليفي بتفهم هو ليه عمل كده عشان بتلاقي ان بيته منعزل تماما. وبعد شويه بتعرف ان عنده كلب اسمه فرانكلين، واللي بيتحمس جدا اول ما بيشوفها وبيقعد يلعب معاها. وبعد ما بيدخلوا البيت ليفي بتبص حواليها وبتتفرج على المكان، فراي بيفتح التلاجة وبيقدم لها عصير وبعدين بيشيل الشنط وبيطلعها فوق. وليفي بتروح وراه فبيفرجها على الاوض وبيديها احلى اوضه فيهم، وبيقول لها انها كانت بتاعه اهله. ولما بتتفرج على الاوضه اللي جنبها بتعرف انه كان عنده اخ اسمه دانيال ومات من كام سنه. وفي المشهد اللي بعد كده وهم قاعدين يتغدوا راي بيسالها عن الحاجات اللي محتاجاها في المطبخ، ولما بتقول له انها مش بتعرف تطبخ بيقول لها انه بيعرف يعمل اكل شويه، يعني على قده كده، بس هي ممكن تطلب من مارثا تساعدها وتعلمها. بس ليفي ما بتبقاش عاوزه تتقل عليها، فبتقول له انها ممكن تشتري كتاب طبخ وتتعلم منه عادي. بس المشكله ان اقرب مكتبه بينها وبينهم ساعه بالعربيه. ولحد اللحظه دي راي بيكون لسه متوتر، فبيحاول يفتح معاها موضوع وبيسالها عن تعليمها. فليفي بتقول له انها درست اثار. وبعدها راي بيقوم وبيشيل الاطباق اللي كانوا بياكلوا فيها وبيقدم لها من كيكه الشوكولاته اللي مدام برات عملتها لهم وادتها له هم في الكنيسه. وليفي بتاخد بالها انه طيب جدا، بس بيكون عندها فضول تعرف برضه هو ليه وافق يتجوز واحده حامل من واحد تاني. فبيحكي لها ان ريفراند كان كل ما بيحكي له عنها كان بيحس انه حابب يكون معاها من قبل ما يعرفها، وان مكتوب لهم يكونوا سوا. ومع انها مش بتقتنع بكلامه بس بتنبسط. وبعدها بيقول لها انه محتاج ينام بدري عشان يصحى بدري، وبيسلم عليها وبيدخل اوضته. وبنشوفه بعدها وهو قاعد يكتب. وليفي في الوقت ده بترجع اوضتها هي كمان، وبتلاقيه حاطط لها حلق هديه على السرير، فبتقيسه وبعدين بتطلع السلسله اللي معاها وبتفتحها وبتكون حاطه جواها صوره ادوارد ابو الطفل اللي في بطنها، وبتقعد تعيط. وتاني يوم الصبح ليفي بتقوم تلبس وبتخرج من اوضتها وبتلف في البيت. ولما بتسمع صوت راي بتخرج تشوفه، وفرانكلين لما بيشوفها بيلعب معاها. وبعدين بتقول لراي انها عاوزه تتصل باهلها وتروح المكتبه، فبيقول لها انه هيوصلها. وهم في الطريق بتسأله عن المحاصيل بتاعته، فبيفهمها ليه المزرعة فاضية. ولما بتقترح عليه انها تساعده بيقول لها تسيبها من المزرعة عشان شغلها كتير وتخليها في البيت احسن. ولما بيوصلوا بتروح تتكلم هي في كابينة التليفون، وهو بيروح المكتبة يشتري لها كتب طبخ. وهناك بيسأل أمينة المكتبة عن البحث اللي ليفي عملته عن الألماني هنري شيلمان. وفي الناحية التانية ليفي بتبقى بتكلم اختها ابي وبتحكي لها انها حاسة بتأنيب الضمير. ولما بتسألها عن ادوارد بتعرف انه لحد دلوقتي مفيش خبر عنه. وبعد كده راي بيعلم ليفي السواقة، وليفي بتتحمس على الاخر، وبيعلمها كمان ازاي تعرف لو العربيه محتاجه بنزين لان العربيه مش دايما بتبين. وهما ماشيين بيعدوا على مزرعه فيها فلاحين قاعدين يشتغلوا، وبيبقى عددهم قليل ومحتاجين عمال كتير. وبعدها بيروحوا الكنيسه، وهناك روث بنت مارثا بتفضل تبص على ليفي طول الوقت. وبعد ما بيخلصوا بتقابلها وبتقول لها انها حابه الفستان بتاعها قوي. وراي بيعرف ليفي على مدام باركر وبرات، واللي بيتبسطوا جدا انهم قابلوها. وبما انهم ما يعرفوش انهم اتجوزوا بيكونوا عاوزين يعرفوا هم اتقابلوا ازاي، خصوصا
خصوصا ان مفيش بنات هنا في القريه سنهم صغير ومناسب لراي. ولما ليفي بتبقى هتحكي لهم راي بيقطعها وبيقول لهم انهم اتقابلوا في دنفر، وبعدها بيقفل كلام معاهم وبياخد ليفي وبيخرجوا. فبتقول له انها عاوزه تبعت جواب لاختها، ولما بتروح مكتب البريد بنلاقي ان الجواب ده مبعوت لادوارد. وبعدها راي بياخدها وبيلفوا بالمركب، وليفي بتساله اذا كان ينفع تعوم هنا، وبعدها بتفرد ظهرها وبتستمتع بالجو، وبعدين بتشكره على اللي عمله وقت ما كانوا في الكنيسه. وبعد كده راي بيحكي لها عن حبه للصيد وعن المناظر الطبيعيه اللي بيحب يقعد فيها. ولما ليفي بتروح المزرعه بتلاقي في بنات قاعدين يضحكوا وبيتخضوا لما بيشوفوها، بس هي بتكون عاوزه تتعرف عليهم بس. فبيقولوا لها انهم بيحبوا يتفرجوا على الفراشات ويقروا اكتر عن انواعها. ولما ليفي بتقول لهم انها ساكنه في البيت اللي جنبهم، البنتين بيفهموا انها تبقى مرات المدير، فبيرجعوا على الشغل على طول. بس ليفي بتقول لهم انها حابه تتعلم هي كمان عن الفراشات وعاوزه تشوف الكتاب اللي معاهم. ولما بيفتحوه بتنبهر بالرسومات وبتعرف انهم لقوا نوع جديد وبيدرسوه. بس في اللحظه دي فرانكلين بيجي يقطعهم، فالبنتين بيخافوا منه وبيرجعوا على الشغل، وليفي بتحاول تقنعهم انهم يبقوا يجوا البيت. وفي المشهد اللي بعد كده ليفي بتبقى بتكشف عند الدكتور وبتقول له انها حامل في الشهر الرابع، فبيحدد لها ميعاد الولاده وبيقول لها انها هتولد يوم 3 ديسمبر. ولما بيخرجوا ليفي بتكون عاوزه تروح مكتب البريد عشان تبعت جواب تاني، ولما راي بيكون قلقان عليها بتاكد له ان كل حاجه تمام وان الطفل كويس، بس هي خايفه لان الناس ياخدوا بالهم ان الطفل هيتولد بدري والناس وقتها هيتكلموا عنهم. بس راي بيقول لها ان الناس هنا بيتعاملوا بحسن نيه وهيتمنوا لهم الخير. وبعد كده بنشوف ليفي وهي بتطبخ الوصفات اللي في كتب الطبخ، ولما بتعمل بيض راي بيقول لها ان الاكل ريحته حلوه وبيكون متحمس جدا انه يدوقه، وليفي بتستنى تشوف رد فعله وهو بيدوق اكلها. وبعد اول قطمه بقه بيحرقه ووشه بيحمر، فليفي بتستوعب انها كترت الشطه فبتجيب له جبنه ياكلها. وفي الوقت ده بيلاقوا هانك جه، وليفي بتكون مش فاهمه ايه اللي بيحصل، فراي بيقول لها انه بيحاول يحفر في الارض ويعمل لها حمام سباحه بما انها قالت ليه قبل كده انها نفسها تعوم، وشايف انه يا دوب يبدا فيه من دلوقتي عشان هي والاطفال يعوموا فيه. وبالليل مارثا بتيجي ومعاها عيالها وبتعرفها على اولادها جونيور وتشستر، وروث بتبقى متحمسه جدا انها تقابل ليفي وبتخلي مامتها كمان تعمل ليها نفس التسريحه بتاعتها. وبعدها بيروحوا يتفرجوا على الرجاله وهم بيحفروا حفره، وروث وقتها بتسال ليفي عن اسامي الاطفال اللي اختارتها وبتقول لها انها مش بتحب اسمها، فليفي بتقول لها انها لسه بتفكر في الاسامي. وبعد كده وهم قاعدين ليفي بتسال مارثا هم كانوا بقالهم قد ايه عايشين في البيت ده، فمارثا بتقول لها ان جدها هو اللي بنى البيت اللي عايشين فيه ده وكان دايما قاعد جنبه. وبتحكي لها كمان عن اخوها داني اللي مات، وبتقول لها انه كان اشقى واحد فيهم ودايما كان بيحب يلعب. وفي الوقت ده هانك بيبقى بيشرح لراي يعمل ايه عشان يحفر، والموضوع بيكون صعب بس هانك بيبقى مستمتع. ووقتها ليفي بتقلق عليهم وبتقول لمارثا انها ما طلبتش منه يعمل كده، فمارثا بتقول لها انها عارفه وبتفهمها ان راي بيحاول يرضيها. وبعد كده وهم راكبين العربيه ورايحين لحفله عيد ميلاد مارثا، ليفي بتسال راي هو عمره فكر قبل كده يعيش بعيد عن المزرعه دي ولا لا، فبيقول لها انه بيحب يغير جو من وقت للتاني بس في الاخر هيرجع لبيته. وبيحكي لها ان الارض بتاعتهم دي بقالهم كتير قوي معاهم، وليفي بيعجبها تمسكهم بارضهم قوي. وفي المشهد اللي بعد كده في الحفله مارثا وهانك بيبقوا بيرقصوا مع بعض وهم مبسوطين، ولما ليفي وراي بيوصلوا مارثا بتروح تسلم عليهم وهي متحمسه، وليفي بتاخد بالها ان راي حابب الموسيقى اللي شغاله وبيتفاعل معاها بس مش بيرقص، فبتاخده وبيقوموا يرقصوا سوا، وواحده واحده بتتعلم خطوات الرقص على الاغنيه وبتعرف ازاي ترقص عليها، وبتكون مستمتعه بالرقص والاغاني. وبعد كده بتلاحظ ان مارثا مبسوطه مع عائلتها. وتاني يوم الصبح راي بيبقى في المزرعه وليفي واقفه في المطبخ، وفي الوقت ده روز وفلوري بيسلموا عليها، فبتتحمس جدا وبتاخد ازايز حاجه ساقعه وبتنزل ليهم تسلم عليهم. ولما بتسالهم هم كانوا فين قبل الحرب، روز بتقول لها انها كانت بتدرس انجليزي وكانت عاوزه تبقى مدرسه ادب لما تكبر، بس البنتين بيكونوا متشائمين عشان مفيش حاجه مشيت معاهم زي ما كانوا مخططين. وليفي كمان بتحكي لهم على اللي كانت بتدرسه وبتقول لهم انها نفسها تروح تركيا في يوم، وروز ما بتبقاش فاهمه هي ليه سابت دراستها، فليفي بتقول لها انها اضطرت تقعد مع مامتها تخدمها وقت ما كانت تعبانه وبعدها جت عاشت هنا. ولما فلوري بتسالها هي هتولد امتى، روز بتزعق لها عشان بتتطفل، فليفي بتتفاجئ عشان افتكرت ان بطنها مش باينه، بس بتتبسط لما بيعرضوا عليها انهم يجيبوا لها هدوم ولاده. وبعد كده ليفي بتحكي لراي عن اللي حصل معاها هي والبنات، وبتقول له انها عايزه تاخد العربيه في يوم ويلفوا بيها، بس راي بيبقى مش مرتاح لهم قوي عشان هم يابان وبيرفض. ولما ليفي بتساله هو ليه بيتعامل معاهم كده وليه محملهم ذنب موت اخوه، راي بيقول لهم انه مش غبي بس عاوز يحافظ على المسافه بينهم عشان هو مطلوب منه يدير المزرعه كلها لوحده وياخد باله منها. فليفي بتقول له انها مبسوطه انها قدرت تتكلم مع ناس متعلمين وبيتكلموا في حاجات تانية بعيده عن الزراعه. وبعدها بيروحوا يتغدوا عند مارثا، ولما هانك بيتكلم عن الفول
راي بيحس ان ليفي هتتقدر عشان هما بيتكلموا عن المحاصيل فعلا، فبيغير الموضوع وبيتكلم عن تروي، وليفي بتاخد بالها فبتتكلم معاهم وبتتفاجئ لما بتلاقيه مهتم باهتماماتها، فبتبتسم وبترجع هي تفتح مواضيع المحصول. ولما بيروحوا ليفي بتسيبه وبتطلع اوضتها. وتاني يوم الصبح ابي بتيجي تزورهم فبتجري عليها وهي طايره من الفرحه. ولما ابي بتشوف البيت بتقول لاختها انه طلع اوحش مما كانت فاكره، خصوصا انه منعزل وبعيد عن باقي الناس، بس ليفي بتقول لها انه مش وحش للدرجه دي وانه في ناس قريبين منهم. ولما بيدخلوا ابي بتقول لها انها عاوزه تقعد معاها في دنفر، خصوصا ان جوزها كانت مسافر الفتره دي وهي قاعده لوحدها في البيت. بس ليفي بتكون متردده وبتفتكر وقت ما اضطرت تسيب كل حاجه وراها وتروح تاخد بالها من مامتها، بس ابي بتقول لها ان دي مش زي دي خالص وان هما الاتنين هيبقوا قاعدين براحتهم في البيت. وفي الوقت ده راي بيجي وليفي بتعرفه على ابي، وبالليل راي ما بيبقاش عارف ينام عشان ابي وليفي قاعدين يتكلموا بصوت عالي. وفي الوقت ده ابي بتحس انها تقدر ترجع البيت اخيرا بما انها بقى اسمها متجوزه وباباها مش هيقدر يقول لها حاجه، وان لو حد اتكلم في البلد ساعتها هيخترعوا قصه وهيقولوا للناس ان جوزها طلع مدمن والعيشه معاه صعبه. بس ليفي بتقول لها انها مش هتقدر تعمل كده لان راي الطف واحسن راجل هي عرفته في حياتها، بس ابي بتحاول تقنعها ان ده لمصلحتها وانها مش مضطره تعيش مع واحد هي مش بتحبه. وتاني يوم ليفي بتوصل لاختها وبتسلم عليها وهي ماشيه وبتسالها اذا كان باباها سال عليها ولا لا، وقبل ما تمشي كمان بتديها جواب توصله لادوارد. وهي راجعه البيت بتسمع راي بيغني، ولما بتروح له بتعرف انه بيحاول يفتكر الاغنيه اللي باباه كان بيغنيها له زمان عشان عاوز يبقى يغنيها للطفل لما يتولد. فليفي بتحكي له على فكره ابي وبتقول له انها عاوزه تسافر لاختها وتولد في دنفر، وقبل ما يرد بتسيبه وبتروح تحضر الغدا. وبعد كام يوم ليفي بتاخد روز وفلوري وبيطلعوا على الجبل عشان يتفرجوا على الفراشات وبيتكلموا عن انواع الفراشات اللي رسمينها في الكتاب. وفي الوقت ده روز بتاخد بالها من رسمه الراجل فلوري رسماها، ففلوري بتقطع الورقه وبتشيلها من الكتاب. وفي اللحظه دي ليفي بتلاقي قدامها مجموعه فراشات طايره، وبعدها بيروحوا يشتروا لبس الولاده وهم متحمسين. وهم في المحل الامريكان بيبقوا باصين لروز وفلوري، فبيجي واحد من الموظفين يقول لهم ما يلمسوش القماش بايديهم، بس ليفي بترد عليه وبتدافع عنهم. وهم راجعين البيت ليفي بتلاقي قدامها جنود المان بيعدوا الطريق، وهم معديين بتفضل بصه على واحد وبتفتكر حاجه، بس بتتجاهل اللي حصل وبتكمل سواقه وبتروح توصل روز وفلوري. وهي راجعه البيت العربيه بتعطل فبتفهم ان البنزين خلص، فبتحاول تحل المشكله دي. ولما بتنزل بتبص حواليها وبتلاقي الكابينه اللي مارثا كانت بتحكي لها عنها، فبتدخل تفتش فيها. ولما بترجع البيت بتروح لراي وهي متحمسه وبتقول له ان كان في حد في عيلته عالم اثار، وراي لما بيشوفها وهي متحمسه ومبسوطه بيفرح. وبعدها ليفي بتزور روز وفلوري وبتقيس الهدوم اللي جابوها سوا، وهما بيتكلموا بيقولوا لها ان باباهم من وقت ما نقلوا من كاليفورنيا وهو مش كويس خصوصا من بعد الحرب. وفلوري بتحكي لها انه شايف انهم محتاجين يثبتوا للناس انهم كويسين، وبتحكي لها كمان عن وقت ما بيتهم اتسرق منهم. وروز بتزعق لها وبتقول لها تبطل كلام. وبعد ما ليفي بتوصلهم فلوري قبل ما تنزل من العربيه بتقول لها انها اتعرفت على واحد اسمه والتر، وانه اداها سوار كان بتاع مامته، وانها متحمسه جدا عشان هو بيحسسها دايما انها بنت مميزه. وروز ما بيبقاش عاجبها الموضوع، بس ليفي بتدعمها وبتوعدها انها تبقى تقابله. ولما ليفي بترجع البيت بتتوتر لما بتلاقي راي بيولع في حاجات كانت في البيت، فبتصرخ وبتقول له ان في حاجات هي كانت عايزاها، وهو بيقول لها انه ما كانش يقصد وكان بينظف البيت من الكراكيب بس. فليفي بتدخل البيت وهي متعصبه وراي بيطفي النار، وبعدين بياخد الكيس اللي كانت بتتكلم عليه وبيديهولها بعد ما طلعه من النار، وبيقول لها انه ملحقش يبوظ، وبيشرح لها انه عشان بيشتغل في مزرعه هو متعود يولع في الحاجه اللي ما بقاش يستخدمها. فليفي بتقول له ان الحاجات دي تعتبر جزء من التاريخ بتاعه، وراي بيكون لسه حاسس بالذنب وبيقول لها انه عنده استعداد يعمل اي حاجه عشان تكون مبسوطه. وفي الشتاء راي بيسيب لها رساله قبل ما يمشي وبيقول لها فيها تشوف البدروم عشان ممكن تلاقي فيه حاجات تعجبها. فليفي بتفرح وبتقرر تنزل تشوف المكان، ولما بتشوف الحاجه اللي موجوده تحت بتفرح بيها جدا وبتنبهر، وبتطلع حاجات منها كمان نحطها في البيت. وراي بيساعدها تعلق حاجات منها على الحيطه، وبعدين بيقرر يحكي لها عن تاريخ العيله، وليفي بتبقى في قمه سعادتها. وبعدين بياخدها لقبر دانيال وبيفتكر وقت ما اخوه كان طلب منه انه ياخد باله من المزرعه قبل ما يروح يحارب، وبيقول لها انه كان بيحب يغامر وطول عمره كان بيحلم يسافر بالسفينه، بس راي بيتمنى لو كان هو اللي راح بداله يومها. وبعد فتره بيجيب لها تليفون في البيت عشان تكلم اهلها براحتها، وليفي بتفرح بيه جدا. وهي قاعده بره في المزرعه مع فرانكلين بتلاقي الدنيا بتمطر، فبتاخده وبيدخلوا البيت وبتبقى مستنيه راي يرجع البيت، وبتعمل له اكل وبتولع شموع وبتقعد تستناه. بس لما راي بيرجع بيبقى متضايق وبيزعق لها عشان خلت الكلب يدخل البيت، فبياخده وبيطلعه بره مهما ليفي حاولت تقنعه يخليه عشان ما يموتش من البرد بره. وبعد ما بيقف قدامها وبيديها الجواب اللي ادوارد بعته، وبيكون عارف انها لسه ما قالتلوش انها بقت متجوزه دلوقتي، وده اللي بيكون مضايقه. وبعدين بيقول لها انه هيروح يشتغل وهيرجع تاني يوم عشان ما تستناهوش. وتاني يوم بتصحى بدري وبتقعد تستناه،
وبتكون محضره له فطار، بس هو مش بيفرق معاه كل ده. وقبل ما يمشي ليفي بتعتذر له عشان خلت الكلب يدخل البيت، وبتعترف له انها في اول يوم جت فيه على البيت ده فتحت الدولاب ولقت جواه ساعه، فبيقول لها انها بتاعت باباه وانه محتفظ بيها عشان تفكروا بيه، وبيقول لها ان باباه كان كويس جدا مع مامته وهو حابب يحافظ على علاقته بمراته زيه، واللي محيره لحد دلوقتي هي حاسه بايه ناحيته، ولسه بتفكر في ادوارد ولا عايزه تكمل معاه ولا هي ندمانه انها اتجوزته. ولما بتطلب منه انها تمشي بيقول لها انه بيحبها، بس هي مش بترد عليه، فبيسألها إذا كانت بتحب فيه أي حاجة أصلا. وبعدها ليفي بتروح لمارثا البيت وبتدي روز فستان قديم عندها، وروز بتفرح بيه على الآخر وبتروح تقيسه. وليفي وهي قاعدة مع مارثا بتسألها إذا كان راي يتكلم معاها في حاجة، فبيقعدوا عشان يتكلموا. وليفي بتحكي لها إنها كانت بتبعت جوابات لإدوارد حبيبها القديم، وإنها كانت لسه بتبعت له وهي متجوزة وكانت عاوزة تطمن عليه، بس هو ما كانش بيرد عليها. ولما بعت لها جواب يرد عليها فيه اخيرا انكر فيه انه يبقى ابو الطفل اللي في بطنها، وبتقول لها انها عارفه انها جرحت راي، وبتقترح عليها ان بما انها اختها عرضت عليها انها تروح تقعد معاها في دنفر عشان تولد، فهيكون احسن انها تمشي بعد العيد وتروح تقعد مع اختها. فمارثا بتقول لها ان راي بيحب الناس القريبين منه جدا، وانها طالما قررت انها تمشي فالاحسن انها تمشي في اقرب وقت بقى. وبالليل ليفي بتحلم بمامتها وبتقعد تعيط، فراي بيروح يصحيها، ولما بتفوق ليفي بتقوله ان من وقت ما مامتها ماتت وهي حاسه انها وحيده، وبعدها رمت حياتها ورا ظهرها وراحت تعيش مع واحد غريب وندمانه على اللي عملته، بس بتشكر راي على كل اللي عمله معاها. وفي العيد ليفي بتروح مع راي يوصلوا الاكل اللي عملته لروز وفلوري، وراي وهو واقف يتكلم مع فلوري روز بتاخدها على جنب وبتقول لها انها اتفقت مع حبيبها انه يقابل ليفي، وبتقول لها انها عايزه الموضوع يفضل سر، وبتطلب منها انها تبقى تيجي توصلها. وهما بيتغدوا في بيت مارثا كل واحد بيتكلم عن اكتر حاجه هو بيحبها، ولما بيجي دور ليفي عينيها بتدمع وبتقول انها ممتنه لكل الحب اللي اخدته وما كانتش لاقياه في عيلتها، وانها حست بحبه في الكام شهر اللي فاتوا اكتر من اللي حست بيه طول عمرها، فبتشكرهم وبتوعدهم انها هتفضل فاكراهم دايما. ولما بترجع البيت ليفي بتجهز عشان تروح تاخد فلوري وتوصلها قبل ما تمشي، وبتلاحظ وقتها ان فرانكلين دخل البيت عادي مع راي، واللي غير رايه وبيقول لها انه موافق ان فرانكلين يفضل في البيت خصوصا ان الجو بره برد، وبيقول لها انه كان عارف من يوم ما جت انها شايفه الجوازه دي على انها اتفاق بين ريفراند وبين باباها، وانه عارف انها قررت تمشي بس مش هيسيبها تمشي قبل ما تعرف هو حاسس بايه بالظبط. وهنا بيعترف لها انه حبها وحاسس انها احلى حاجه حصلت ليه في حياته، وعارف انها بتحب تعرف اكتر عن التاريخ، وانه عنده استعداد انها تعرف كل اللي عايزاه براحتها بس طالما هي قريبه منه لو هي حابه تفضل معاه. وبعدين بيطلع لها خاتم وبيقول لها انه ما كانش معاه خاتم يوم ما اتجوزه وعاوز يديهولها دلوقتي، بس ليفي بتحس انها ما تستاهلش الخاتم ده وما عندهاش فكره ازاي هيخلوا علاقتهم تنجح، لكن راي بيكون عارف انه هيجي يوم وهتسامح فيه نفسها وانه عنده امل ان علاقتهم تكمل. وبعدها ليفي بتاخد العربيه وبتروح تعدي على روز وفلوري وهي لابسه خاتم راي، وبعدها فلوري بتعرفها على حبيبها والتر وبيطلب منها انها توصلهم لمكان بعيد، بس ليفي بتتردد وروز كمان بتشك في الموضوع، بس فلوري بتقول لهم ان والتر عنده بنت خالته هناك وهي محتاجه توصلهم، وليفي بتكون مش مطمنه برضه بس بتوافق. وبعدها والتر بيركب ورا في البرد وفلوري وروز بيقعدوا قدام جنب ليفي، وليفي بتزعق لفلوري وهي بتسالها والتر وعدها بايه، بس فلوري بتعمل نفسها مش فاهمه حاجه، بس ليفي بتقول لها انها شافته وهو بيشتغل وعارفه ان فلوري هي اللي خيطت ليه الهدوم اللي لابسها، ففلوري بتتضايق وبتقول لها تنزلهم على جنب لو عندها مشكله، فليفي بتفهمها ان لو والتر كان بيحبها فعلا ما كانش هيمشي، وعارفه كمان انه بعد الحرب والتر هيهرب، وساعتها فلوري وعيلتها هيبقوا متهمين بالخيانه وهيدخلوا السجن، وفلوري بتخاف على عيلتها وبتقعد تعيط، بس ليفي بتقول لها ان عندها فكره وبتطلب منها انها تروح البيت وتولع في كل القماش اللي متبقي من الزي ده وترمي الصور اللي اداهولها كمان. ولما فلوري بتعيط ليفي بتقول لها انها بتعمل غلطه كبيره هي مش حاسه بيها دلوقتي، بس لو ما سمعتش كلامها هتفضل باقي عمرها تدفع ثمن الغلطه دي. وبعدين بتخليهم ينزلوا وبتقول لهم يقولوا لوالتر ان الاحسن انه يسافر من غيرهم، وبعدها ليفي بتوصله بيتها وبتقول له انه مش هيقدر يعدي الحدود بالهدوم دي، ووالتر بيفهم كلامها فبتدخله البيت وبتديله هدوم من دولاب جوزها، وهو بيغير بتاخد فرانكلين وبتروح تفول العربيه، ولما بترجع بتقول له انها عارفه ان فلوري بتحبه وانه هيبقى حر بعد الحرب، ولما بتساله هو هيبقى يدور عليها ازاي مش بيرد على السؤال وبيبص على مفتاح العربيه، فبيطلب منها تجيب له حاجه يشربها، فبتعرض عليه انها تعمل له قهوه وبتكون عارفه انه ناوي يهرب بالعربيه، ولما بتسمعه وهو بيحاول يهرب بتلاقي نفسها هتولد خلاص، فبتتصل بالبوليس وبتقول له ان في مسجون حرب سرق عربيتها، وبتقول له على المكان اللي رايحه، وبتقول له كمان انها بتولد ومحتاجه مساعده، وهي في الحاله دي بتولع في الزي اللي كان لابسه، وبتقلع كمان السلسله اللي فيها صوره ادوارد وبترميها معاه، وبتقرر تعيش حياتها.
وفي الوقت ده راي وهانك بيجوا، ولما راي بيسألها عن اللي بيحصل ليفي بتقوله انها بتولد، فراي بيتحمس جدا وبيشيلها وبيدخل بيها البيت. وهانك بيتصل بمارثا، وفي الناحية التانية والتر البنزين بيخلص منه والبوليس بيقبض عليه في المكان اللي ليفي قالت لهم عليه. وبعدها مارثا بتشكر الدكتور على التليفون وبتبص على راي وليفي وهم شايلين ابنهم، ولما ليفي بتديه راي بيفتكر اخيرا الاغنية اللي باباه كان بيغنيها له وبيغنيها للطفل، وليفي بتستوعب انها حبته خلاص وبتعترف له بحبها. ومارثا بتفرح لما بتشوفهم وهم مبسوطين مع بعض وبيقرروا يسموا الولد دانيال، والكل بيجوا بعدها ومعاهم هدايا، وروز وفلوري بيدوا ليفي كتاب عن الفراشات وبتفرح بيه جدا. وبنشوف راي وهو بيلعب مع الطفل وبياخده معاه لعملية الحفر، وبيبقوا عايشين حياة سعيدة كعيلة واحدة. ولحد هنا بيخلص فيلم النهاردة. لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.